السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير واليمن والبركات. بإذن الله اليوم جبت لكم الدرس الثاني في مكرونة إيطالية بطريقة صحية ولا طريقة طبيعية. يلا بسم الله. أول حاجة نديروها نجيبوا البطرف تاعنا نخلطوه فيها شوار، نزيدوا معاه كمية الفرينة ونخلطوهم مع بعضهم حتى يوليو مسحوق هكذا، يوليو بودر مع بعضهم. نحطهم في إناء زجاجي، نزيدوا عليهم البيضة اللي تكون كبيرة، نبقاو نخلطوا بالفرشيطة ورانا نجبدوا في الفرينة والخليط بشوية بشوية حتى تنسجم كل المكونات. كلش راه موضح أمامكم. في هذه اللحظة نعجنوا بالكف تاع اليد، نعجنوها مليح حتى نتحصلوا على عجينة طرية كما راكم تشوفوا فيها بهذه الطريقة. بعد نهزوها نحطوها في كيس بلاستيكي غذائي ونخليوها تربوزي ربع ساعة إلى 20 دقيقة. من بعد بالاستعانة بالفرينة نحلو العجينة تاعنا على سطح العمل حتى نتوصلوا للسمك المطلوب. السمك المطلوب هو 1 مليمتر وأقل. في الأخير نوجدوا موس يكون ماضي ونقطعوها على شكل شرائط طولية بعد ما نقيسوا بالمسطرة على حسب الذوق. يعني اللي حبها كبيرة يدير مثلا 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر، أنا درت 2 سنتيمتر في كل شريط إلى 3 5 كما تحبي. يعني انتي على حسب الرافيولي تاعك وش تحبيه. بهذه الطريقة من بعد تولي بالعرض حتى تحصلي على مربع، ديري نفس القياس على الجهتين. هنا تكوني تجيبي حاجة تحطي فيها شوية تاع ماء ومن بعد ديري الحواف تدهنيهم بالماء. هنا كنت حضرت خليط من السلمون، كنت طيبته غير في الماء وخلطته مع نوع من الجبن واسمه ريكوتا. بصح انتي ديري اي نوع تاع جبن يعني تحبيه على حسب الذوق. يعني الحشو اختياري، يعني كما تحبي تحشي باللحم المرحي، تحبي تحشيها بالدجاج المرحي، رافيولي، كروفيت، وش عندك انتي على حسب المقدور تاعك. انا هنا السلمون اللون تاعو يتناغم مع البيتراف. كان هذا هو الشكل كما نقولوها النهائي تاعها، تجي على رافيولي على شكل مثلثات والعجينه متبقيه نخبيوها نحتفظوا بها في نفس الكيس ونعاودوا نحلوها نخدموا بها نوع اخر ولا كما تحبي. هذا هو الدرس الثاني، اتمنى انه نال الاعجاب تاعكم. صفحتكم هنا دولتشي اي سالاتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم إن شاء الله نديروا رافيولي بالسلق، يعني يكون اللون متاعهم أخضر طبيعي، والحشوة ثاني تكون مختلفة بإذن الله. السلام عليكم.